سلام، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير وتكونوا بألف صحة جيدة ان شاء الله. وصفتنا اليوم هي التقنته تاعنا تجي مكرمله وطريه وفيها اسرار باش تقعد لك طريه لمده طويله. نبدو في الوصفه. تجيبي الطاوه تاعك ولا مغله، وتجيبي السميد يكون موين اي نوعيه. انا نخدم بالمولان. ديري 2 كيسان، تعبري بهذاك العبر اللي راه واضح في الصوره. ديري 2 كيسان يكونوا بومبي ملاح، وتشعلي النار تاعك متوسطه وتبدي تقلي فيه غير على غردك. وكل ما تقليه ترفدي الطاسه وتحركيها كما كتلاحظي معايا. هاد الحركه ما تخليهش باسكو هو يتقلى بالخف، كي شغل يحمر لك في الجوانب بالخف ما يعطيكش الوقت. خاطرش تاني باش تجيك تقنتها شابه الا يكون القلي يكون مليح. وديريه غير دوغي، ما تقليهش ماغون بزاف. ومن بعد كي تخليه يبرد على جهه، تجيبي طاوه واحده اخرى ونديروا فيها مغرف كبيره تاع دهان وتزيدي النص تاعها، استادير مغرف ونص كبيره تاع دهان. وتجيبي نفس العبار تاع الكاس كيما راكي تشوفي. راني نصفي انا في الحسل، نعمروه بالحسل هذاك الكاس على خاطرش لقيت فيه حاشاكم الجناح تاع الدبان. هيا قلت نصفيه على دبايلي حتى حاجه ما هي تجي مقيه. هيا بورطون هذا حسن نوعيه زعما مليحه، انا ندير غير به مالغري هكا وندير به. نزيدو فيها 2 مغارف تاع كبار تاع الماء، هذاك هو السر اللي يخلي الحيه طريه. والماء ما يبدلش الذوق، يخلي كاين اللي يديروا حليب، كاين اللي يديروا ماء زهر وكاع، بصح الماء ناتورال يخلي الذوق تاع الدهان والحسل. ونديروا الاضافات تاعنا شويه تاع كوكاو مقلي ويكون بيان مقلي غايه به بكشوره مطحون، وربع مغرف صغيره تاع قرفه حسب الذوق. اللي يبغي فيها الكو بزاف تاع القرفه ديري حتى النص، انا درت غير ربع. تمدلها واحد البنه تجي علامه كاع. كي تبرد تماما هذاك الدهان غير ندفوه ما نخلوش حتى يغلي، ونكبوه على التقنته تاعنا يكون دافي شويه مليح. كما نقولوا ماشي يغلي وماشي قاع دافي بارد، شويه شويه كما راكي تلاحظي معايا. ونكبوها عليها ونبداو نخلطوا. هذا العبر يجيها نيشان سوا 2 كيسان مع العبر اللي عطيتها لكم، مغرف كبيره ونص، مغرف ونص تاع دهان مع كاس تاع عسل. والاضافه هذه تاني، هذا هو السر الثاني باش تولي تقعد معنا طريه، تشد لك حتى اليومين 3 شحال ما تبغي. هي براحه ما تقعدش بالخوف تنتكل. يا ربي الا قعدت لنا يومين راهي غايه. هيا نروحوا للتزيين. ها لا تزينيها على حساب اللي يكون متوفر عندك. تبغي ديري غير القرفه وحدها وتجي شابه كما راكم تلاحظوا معايا. ديري الزائد هكا، ومن بعد تزيدي اكس. كانوا عندي هذوك الحبيبات تاع اللوز غير يتقايسوا في الفريجيدار، قلت نزين بهم. هيا لا طبسي الزواج تاني تزيين موديل واحد اخر، تقضبي الخدمي وديري كيما هكا تعطي منظر الشباب. هاد التقنته صدقوني تجي فيها واحد البنه، تعطيها هذيك القرفه اللي درناها معاها تعطيها بنه شابه. هيا كيما هكا تاني راني تزينيها كيما تبغي. كان متوفر عندي هذاك الطابع تاع الوردات طبعتها به. ومن بعد تشرب في الاولى تبان لك راهي هكا شويه تطلق شويه الزيت تاعها من الفوق، بصح ابري 2 زور ولا صاي تشرب وتقعد طريه. لا هنا درتها في صحن التقديم، زدت رشيتها بداك الكوكاو على الجوانب. قطعت لي طبسي مويا طبسي كبير. وفي الاخير نقول لكم بصحتكم وصحه مولودكم، وتاكلوها بالصحه وبسلامه.